السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكاتشب بطريقة حلوة جدا جدا وسهلة، ومش هتاخد مننا وقت ان شاء الله بإذن الله، وبجد احسن من الجاهز. انا معايا هنا كيلو من الطماطم، ونص كوباية سكر، ونص كوباية خل، وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسود بس، ومعلقة صغيرة من النشا. تمام. انا هنا معايا كيلو طماطم هضربه في الخلاط، هضربه كويس جدا جدا. وبعد كده هبدأ أصفيه بالمصفى الناعمة دي، بالمصفى عشان يدي لي الخليط الناعم. يعني ما اصفيش الطماطم بالمصفى اللي هي بتاعة المكرونة، لا أنا مش عايزة أي حاجة خالص تنزل، عايزة الخليط يبقى ناعم خالص. أي قشرة أو أي حاجة ما تنزلش، لأن مصفة المكرونة بتبقى واسعة، الخروم بتاعتها واسعة. تمام. فأنا بتبدأي تصفيه وتضغطي عليه لغاية ما ينزل كل السائل، ويتبقى معاكي بس القشر بس في المصفى. تمام. ويا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. انا كده ببدا اصفي الكميه كلها خلاص. وبعد كده باخدها، انا كده صفيتها خالص. وبعد كده ببدا اخدها على البوتاجاز، وبتبدا تغلي معايا، واوريها لك برضو. يعني انا باخدها في حاجه بقى ستانلس او اي حاجه عندك، او حله صغيره، بتبداي تحطيها على البوتاجاز. في الاول بتعلي عليها، وبعد كده بتبداي توطي عليها. انا كده هنا محطوطه على البوتاجاز، هي برضو لسه ما وصلتش للقوام اللي انا عايزاه. برضو بتسيبيها تغلي، كل شويه بتقلبي فيها وبتشوفيها. تمام. لغايه ما توصل للقوام اللي انا هقولك عليه دلوقتي. يعني انا ما حطيتش اي اضافات لسه، انا بسيبها تغلي. بصي هنا كده، يعني لونها اتغير وقوامها اتغير. خلاص ببدا بقى احط البهارات بتاعتي، وهي قلت، اللي هي توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وبابريكا، وبقلبهم. يعني انت اول ما يطلع البوتاجاز ما تحطيش البهارات على طول، لا بتستني لما بتقل الكميه، وفي نفس الوقت سمكها بيتقل شويه. وبعد كده بنزل بنص كوبايه السكر على كيلو الطماطم. وبعد كده بنزل بالخل في اخر حاجه، الخل بخليه اخر حاجه عشان ما يتبخرش معايا. تمام. وبقلبهم برضو، بسيبهم برضو شويه على البوتاجاز يغلي بالبهارات والخل والسكر لغايه ما السكر يدوب تماما. بسيبهم شويه برضو حوالي 5 دقايق تاني. وبعد كده بدوب بقى معلقه النشا الصغيره. يعني هو على البوتاجاز كده بدوب معلقه النشا في ميه بره بارده. وبعد كده بنزل بيها على الطماطم، على خليط الطماطم اللي على البوتاجاز. يعني هي معلقه صغيره بس، بتدوبيها في معلقتين ميه كده. وبعد كده بتبداي تحطيها على الطماطم. بتبقى اخر حاجه بقى معايا النشا، وبتقلبيهم شويه، وبتسيبيهم كده حوالي دقيقتين 3 لغايه ما تحسي ان القوام تقل معاكي. هي معلقه صغيره بس مش اكتر، عشان تديني القوام الكويس اللي هو بتاع الكاتشب. بجد طعمه حلو جدا جدا. جربيه مش هتندمي والله، بجد احسن من الجاهز، حلو خالص. انا اولاد عندي اتعودوا عليه، ما بيحبوش دلوقتي بتاع بره. هنا بدأ القوام يتقل معايا، يعني هيتقل معاكي تاني كمان بعد ما يبرد، لان معروف ان الشاي بعد ما بيبرد بيتقل اكتر. تمام. يعني بتسيبيه شويه كده بره على الرخامه، وبعد كده بتبداي تحطي البرطمانات. انا هنا بصي اللون بجد حلو خالص، انا ما ضفتش اي اضافات معاه يعني غير اللي انا قلت لك عليها. وسمكه كمان هيتقل عن كده، هو كان لسه برضو هنا دافي شويه معايا. خلاص كل ما تحطيه في التلاجة هيتقل معاكي اكتر. بجد طعمه تحفه، يعني مش عايزه اقول لك، مع البطاطس المتحمره، مع اي سندوتشات شاورما، اي حاجه عندك بجد الاطفال هيحبوه، حتى لو مكرونات وتتحط عليها يبقى جميل. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.